عماد حمدي يعترف في مذكراته: أشقى فتى شاشة، نادية الجندي أذلتني واستولت على شقة عمري. نشرت مذكرات الفنان الكبير عماد حمدي سنة 84 في كتاب اسمه عماد حمدي أشهر فتى شاشة عن دار أخبار اليوم، قامت بكتابتها الصحفية إزيس نظمي. فهنتكلم عن الجزء الخاص بزوجته الثالثة نادية الجندي. بيقول: أول مرة ألتقي بنادية الجندي كان من خلال فيلم زوجة من الشارع بطولة هدى سلطان وكمال الشناوي. فبيقول: عجبتني جدا، كانت شابة جميلة وحيوية وكلها طاقة، وأنا كان مر عليا 6 سنين على طلاقي من الفنانة شادية، فكنت مش ببخل عليها خالص بالنصائح والتوجيهات. خلصنا الفيلم على طول اتجوزتها سنة 61، فرق العمر بينهم 20 سنة، وبعد سنة أنجب منها ابنهم هشام. والحب ليها ولأنه كان عارف إنها طموحة جدا أنتج لها فيلم بامبا كشر، كان من إخراج حسن الإمام. كانت تكاليف الفيلم مرتفعة جدا، من ملابس وديكور واستعراضات وأجور فنانين. وضع فيه عماد تقريبا كل أمواله عشان متاعب الضرايب. كتب الفيلم باسمها وقال لها هيبقى لي نسبة من الإيرادات. طبعا نزل الفيلم ونجح نجاح كبير تقريبا كسر الدنيا، ونادية رفضت تديله أي حاجة من إيرادات الفيلم واستولت عليها كلها بالكامل. مش بس كده، استولت كمان على شقته في الزمالك، كانت 9 أوض، هما في الأساس شقتين ضمهم على بعض، وكان مجهزها بأفخم الأساس والتحف. وبعد 13 سنة جواز انفصلوا، وبيقول ان ال 13 سنة جواز دول كانوا مليانين خلافات كتير قوي. وكمان مش بينكر ان هو اشتغل معاها افلام كتير كانت من انتاج جوزها الجديد محمد مختار، تجنبا للمشاكل معاها، وكمان كمصدر رزق ليه لانه بطل يتضرب في الافلام. في الفترة دي اضطر يعيش مع زوجته السابقة فتحية شريف وابنهم نادر واولاده في شقة متواضعة وصغيرة جدا مكونة من اوضتين بس. ومع ذلك ما كانتش سايباه في حاله برضه، كانت دايما بتثير المشاكل معاه وبتعمل خلافات كتير بين ابنه هشام وابنه نادر، ومتعمده انها توقع العداوه بينهم. فكانت بالنسبه له كابوس كبير، وعاش اواخر ايامه حزين وكئيب جدا بعد ما ضاع منه كل حاجه وضاع منه كل شقه عمره اللي عمله في سنين شغله كلها. حتى ان الكاتبه ازيس نظمي وهي بتسجل معاه مذكراته دي ما لقيتش منضده في شقته تحط عليها المسجل اللي هتسجل فيه مذكراته. مات عماد حمدي حزين ومقهور في يناير 84. كل الكلام الوارد في الفيديو ده على لسان الفنان نفسه من كتابه أشهر فتى شاشة.